بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولاعيبته. مبروك تاني أسبوع على التوالي بنفرح. الأسبوع اللي فات نادي الزمالك كونفدرالية، النهارده دوري الأبطال النادي الأهلي. إن شاء الله عقبال ماتش مصر وبوركينا بإذن الله ونكسب عشان الأفراح تتوالى، وبعد كده نبقى نستنى الصور بعد كده باذن الله. النهارده يعني بقول مباراه طبعا كل العذر للاعيبه النادي الاهلي، ولازم الجماهير تعذر النهارده النادي الاهلي، لان النهارده الجون اللي جه بدري ده هو ده اللي ازم الموقف، هو ده اللي خلى النادي الاهلي الشكل ده، هو ده اللي خلى النادي الاهلي ما يلعبش كوره ويحافظ على الهدف، لان طبعا اللعيبه عارفه ان هدف واحد بيساوي بطوله دوري الابطال. فلما جابوا الهدف بدري هو ده اللي كتف لعيبه النادي الاهلي وخلاهم خافوا وخلاهم تراجعوا وخلاهم بقى يعملوا دفاع مستميت قدام ال 18، وهي طبعا كده كده ان الفرقه ضعيفه جدا، فرقه الترجي، وانا قلت الكلام ده من الماتش اللي فات، وقلت ان فرص الاهلي كبيره جدا. بس هعيب على كولر في حاجه وعلى لعيبه النادي الاهلي بعد الجون. لو النادي الاهلي ضغط 5 دقائق، لان الجون جاي في الدقيقه 3، لو ضغط 5 دقائق كان جاب الجون الثاني وجاب الجون الثالث، وكان بقى لعب براحته، وكان ورانا كوره عظيمه، كوره ممتعه، كوره فيها كل فنون الكوره. ليه؟ لان هو ضغط فجاب جون. التراجع ده هو السبب. انا ما اعرفش هو تراجع ليه. كان لازم المدرب يتكلم، وكان لازم اللعيبه الخبره اللي في الملعب تقول لا نضغط تاني عشان نجيب الثاني، نضغط تاني عشان نجيب الثالث. وانت في الحاله دي لعيبه الترجي في توتر، دخل فيهم جون بيبرجل كل حساباتهم، فانت لو ضغطت تاني هيبقى في اخطاء، هيبقى في فرص، مش هتديهم فرصه ان هم ياخدوا نفسهم، هيبقى يقول لك ايه بس ده النادي الاهلي نازل مع الجماهير مع كده نازل يخلص فعلا. فهتبص تلاقي الاخطاء بتاعتهم بتزيد، الغلطات بتكتر، التمركز مش صح، الوقفه مش صح، التحرك مش صح. ولكن حته التراجع بتاع النادي الاهلي بعد الهدف ده ومعرفش ليه، فكان لازم يتدخل الجهاز الفني على طول، ولازم اللعيبه الخبره تقول لا نضغط تاني عشان نجيب التاني ونريح الدنيا. على العموم طبعا دي الحاجه اللي هي الملحوظه اللي بعد الجون المبكر ده كان لازم يعملوا كده ويستغلوا توتر فرقه الترجي. اي فرقه بيجي فيها جون بتقعد لمده 3 4 دقايق مش شايفه، مش قادره تلم نفسيها، مش قادره يعني. طبعا الكم الجمهور بتاع النادي الاهلي العظيم النهارده ده سبب من اسباب الفوز. سيبك ولا كولر ولا اللعيبه، ولا لان اللعيبه ما لعبتش النهارده ب3 جنيه، ولكن الجماهير والتشجيع ومسانده اللعيبه طول ال90 دقيقه هو اللي مخلي اللعيبه تحتفظ بالحته اللي هي التمركز، الوقفه صح، التحرك صح، الدفاع صح، التغطيه صح، اليقظه. احنا ما شفناش حاجه على مصطفى شوبير النهارده، ما شفناش حاجه خالص غير كوره اتعملت هات وخد واتعملت من جنب القائم، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي راحت. انما غير كده فرقه سلبيه وفرقه ضعيفه طبعا. وطبعا النادي الاهلي انا قلت لو هو ضغط بعد الجون مش هنقول ان النهارده النادي الاهلي ما لعبش، كنا هنقول لا النادي الاهلي لعب، لان 2-0 غير 1-0، 3-0 غير 2-0 وغير 1-0. فهنعذر بس عشان ايه؟ ان 1-0 يجيب لك البطوله، هنعذر ان هم حافظوا. ولكن لو فرقه كره تانية اعتقد ان المباراه ما كانتش هتعدي بخير يعني. ولكن نحمد ربنا ان فرقه الترجي النهارده وحشه جدا، الماتش اللي فات وحشه، هي اصلا كده كده وحشه، وانا قلت الكلام ده. طالما النادي الاهلي وصل للنهائي وصن داونز ما وصلش، مبروك البطوله للنادي الاهلي. هو اللي كان هيعكنن شويه صن داونز، لان فرقه كوره وبتعرف تلعب تحت الاجواء وتحت الضغط الجماهيري والكلام ده، وهم اصلا عندهم كام لعيب كوره مميز، فكانت هتبقى مشكله شويه للنادي الاهلي. انما طالما الترجي وصل للنهائي انا قلت مبروك للنادي الاهلي البطوله. ده الكلام ده من امتى؟ من اول ما عرفت ان صن داونز خرج، مبروك رسمي للنادي الاهلي البطوله. اهو اللي شفناه النهارده، الاهلي ما لعبش ب3 جنيه كوره بس جاب جول.
بتوفيق بقى، بعفريت، بجن ازرق، المهم ان هي دخل الجون وخدنا البطوله، والبطوله الحمد لله بقت مصريه. ولكن بس هي حته الملاحظه ان بعد الجون كان لازم النادي الاهلي يضغط طبيعي، يوقع الفرقه نفسيا، ويجيب الجون الثاني ويريحنا، ويجيب الجون الثالث ويلعب بقى كورته بقى، ويغير، ويبدا ينزل قفشه، وينزل رضا سليم، ويبدا ينزل الكلام ده. ولكن الحمد لله على المكسب. بالنسبه النهارده في خطا للفار، خطأين. الخطأ الاولاني الكره اللي جت في ايد امام عاشور دي ضربه جزاء، واللي يزعل يزعل واللي يطق يطق، احنا بنقول حاجه بما يرضي ربنا. وكان في طرد للعيب اللي هو بتاع نص الملعب بتاع الترجي اللي دخل على مروان عطيه، دي كان لازم الفار يتدخل ويقول له تعالى شوف الكره دي لان فاول تستوجب طرد. والكره الاولانيه بتاعت امام عاشور بس، انما بعد كده ما فيش الا الكره اللي هي اتشاطت بتاعت الراجل اللي هي جت من جنب القائم لمصطفى شوبير، وما فيش اي خطوره، ومصطفى شوبير لم يختبر النهارده. طبعا قفشه النهارده لما نزل وحط الكره وجت في القائم، بختك وحش يا أسف. حظك وحش، انت حطيتها زي ما الكتاب بيقول، ولكن توفيق وعدم توفيق. انما كوره بتتحط من فوق الحيطه تتدرس، والحارس بيبص لها، يعني بيبص كده عليها جول. يعني لولا يعني لو في توفيق لربنا كانت دخلت، وكان قفشه ده تصيف، وكان بقى نجم من النجوم، وكان هيفتكروا القضيه ممكن والكلام ده. على العموم مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمصر. والبطوله ان شاء الله بطوله السوبر مصريه خالصه 100%، ونتمنى بقى اي حد يكسب، بس المهم نشوف كوره على مستوى عالي، ويبقى هم دولت فعلا احسن فرقتين في افريقيا. النادي الاهلي بطل دوري الابطال، نادي الزمالك بطل الكونفدراليه، وان شاء الله ربنا يكملها على خير بماتش بوركينا فاسو، وان شاء الله باذن الله نرجع نشم نفسنا تاني عشان منتخب مصر وعشان الوصول لكاس العالم. الف مبروك، واشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.